تخيل نفسك جه عليك اليوم اللي مش قادر تجيب قطعة خبز لابنك علشان ياكلها، بل والأدهى والأمر إن ابنك ده يموت قدام عينيك من الجوع عشان مش لاقي حاجة ياكلها. أهو ده اللي بيحصل دلوقتي في غزة. تخيل نفسك كده إنك مش قادر فعلا تغطي ابنك من البرد. أهو ده الآن بيحصل في غزة. تخيل كده نفسك إن بيتك بيقع عليك أنت وعيالك ومراتك وأبوك وأمك. أهو ده بيحصل هناك في غزة. تخيل كده نفسك ابنك مريض ولا أبوك مريض وعايز تجيب له دواء ومش لاقي دواء ولا لاقي علاج ولا لاقي أي شيء يداويه. ده كله بيحصل في غزة. أنا قلت أفكرك باللي بيحصل عشان ما تنساش وتدعي لهم في الأيام المباركة دي. فعلا فعلا لله ضركم يا أهل غزة، وأبشركم يا أهل غزة وأقول لكم أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وأقول لكم يا أهل غزة: لا تيأسوا من رحمة الله، فالله سبحانه وتعالى بيده الفرج وبيده النصر وبيده تفريج الكروب. قال تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. وأقول أيضا لأهل غزة: إن ما أصبتم به من ابتلاء ما هو إلا رفع للدرجات ودخول الجنات وتمكين بالنصر إن شاء الله. قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وأذكر أيضا أهل غزة بهذه الآية عسى أن يكونوا من أهلها: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين.